السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب؟ فيديو جديد. في الفيديو ده هشرح لكم عن التحديث الجديد اللي نزل للواتساب. التحديث الجديد اللي نزل للواتساب، التحديث عبارة عن ايه؟ ان في خانة جديدة اتضافت معانا، اللي هي القنوات. القنوات دي اللي هي بيبقى فيه موجود فيها رسائل، عبارة عن زيها زي الجروب بتاع الواتساب. بس الفرق هنا ان انت بيبقى القناة ما بيبقاش باين فيها الملفات الشخصية اللي هو الأرقام بتاعتك. وهنا لو ضغطنا على عرض الكل هيجيلنا كل القنوات اللي موجودة على الواتساب، وهيجيلك كل القنوات. تقدر من علامة الزائد دي أو البلس تضغط عليها، بتضاف معاك القناة في من ضمن قائمة القنوات اللي انت بتتابعهم. مثلا لو احنا جينا دلوقتي نتابع مثلا قناة يلا كورة، ونضغط على علامة الزائد، وفي ركن الأكثر نشاطا بتشوف هنا القنوات اللي هي بتنزل محتوى باستمرار، بتنزل صور باستمرار أو بتنزل حاجة زي طربون مثلا. لو جينا ندخل عليه هتلاقي إن هو على طول بينزل مثلا بوستات خاصة بيه. تمام. وفي هنا الركن الشائعة. الشائعة ده اللي هو بالمعنى الحرفي اللي هو الترند، القنوات اللي هي داخلة ترند. بتلاقي ظهر معاك القنوات اللي هي داخلة ترند، من ضمنها قناة واتساب الرسمية، تقدر تضيفها وتقدر تتابع واتساب نفسه. وفي عندك الركن اللي هو الجديدة دي معروفة من اسمها، اللي هو القنوات الجديدة اللي بتنزل جديد، اللي هي بتعمل جديدة وكده، وتقدر تشوفها بوضوح. نيجي هنا للموضوع الأهم. أنا دلوقتي لو حبيت أعمل قناة على الواتساب برقم تليفوني وباسمي وبالبيانات بتاعتي، هعمل إيه؟ وإيه المطلوب وإيه المتطلبات؟ في هنا علامة بلس دي، تضغط على علامة البلس دي بتفتح لك هنا بيقول لك البحث عن قنوات أو إنشاء قناة. فاحنا بنختار من هنا إنشاء قناة. هنا بيعرفك إن أي حد ممكن يشوف القناة بتاعتك وينضم ليها، لأن القناة بتكون عامة. وهنا برضو بيقولك إن الناس تقدر تشوف قناتك بس ما تقدرش تشوف معلوماتك الشخصية، اللي هو رقم تليفونك أو صورة ملفك الشخصي أو الصورة بتاعة الواتساب اللي أنت حاططها على الملف الشخصي بتاعك. وهنا برضو بينبهك وبيقولك أنت مسؤول عن قناتك، يعني أنت المفروض برضو تتبع الإرشادات الخاصة، لأن القناة بتقعد كل فترة بتتراجع. ولو لقوا إن أنت كصاحب القناة عامل مشكلة، أو الرقم بتاعك عليه إبلاغات كتير أو عليه أو مش بيتبع الإرشادات أو السياسات بتاعة الواتساب، فالقناة بتاعتك بتتحذف بدون إمكانية استعادة. فبنضغط هنا متابعة، فبنختار من هنا الاسم بتاع القناة، وهنا بتختار الوصف بتاع القناة، ومن هنا بتختار الصورة اللي انت محتاجها. وليكن انا مثلا دلوقتي مثلا هضيف الصورة دي. بتضغط انشاء قناة، بتكون معاك القناة بالشكل ده. وبمجرد ما انت تضغط على اللوجو بتاع القناة بيظهر معاك الاعدادات بتاعت القناة كاملة. تمام. وبيظهر معاك المشرفين، وبيظهر معاك الناس اللي ظاهرة معاك في القناة. وهل إن أنت تقدر تدخل مشرفين عندك في القناة؟ تقدر تدخل مشرفين، وتقدر تخليه الناس اللي معاك ليها الصلاحيات برضو إن هي تنشر معاك وتنشر المحتوى بتاعك على القناة بتاعتك على الواتساب. ويا رب أكون أفدتكم بالشرح بتاعي، وآسف على إني اتأخرت كتير على القناة، وإن أنا أهملت القناة وسبت القناة بتاعتي على اليوتيوب بقالي فترة. وأشوفكم تاني في فيديو جديد. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.